تنطلق أعمال القمة العربية بغياب عدد من الرؤساء الذين كانوا يضيفون جوا من الفكاهة والغرابة وحتى الفلسفة في كثير من الأحيان. فلنتابع. أشكر فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس جمهورية السودان الشقيق على كلمته. سوريا الشقيق. أنت جاي بتعلمني؟ إذا كان العراق الشقيق قد أخطأ في عام 1990 بغزو العراق. كلمة خيار تعني بأن هناك خيارات مختلفة. إسرائيل ما هي إسرائيل وفلسطين ما هي فلسطين. كلمات جميلة. يعني كلمة أطراف تعني بأن هناك جهات متقابلة لها مقومات متشابهة. هم بشر مثلنا. متخلفين. كأننا متخلفين تسقط علينا حتى الواجبات، إذا ما عادش تقولوا لنا. الأرض تحدد بالكيلومترات وبالأمتار وبالسنتيمترات. لا إله إلا الله. تشبه إلى حد كبير أزمة خليج الخنازير. ارتفع صوت أوروبا مثلا بفرنسا وبلجيكا وألمانيا وروسيا والصين. ولا هم سامعين ولا هم عارفين من احنا. ما تزعلش، الفلسطينيين أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم حنوضحكم. الحل هو الحل في فوهات البندقية، تصعيد المقاومة بكل ما أتيتم من قوة. ده الرئيس اليمن الرئيس علي عبد الله صالح ما انه كلمني من يومين اتنين بالتليفون، اما زي ما قال ادوني حته، لو انا عندي حته ارض جنبهم اقول له تعالى يا اخويا هديك حته ارض وهات الجيش بتاعك وحارب ووريني شطارتكم. ما بمنعوش. الحكايه بقى مش كلام بقى الاستهلاك المحلي. لماذا نجتمع نفضفض؟ هناك نظرية أخرى تقول إن شارون هذا عميل للفلسطينيين وعميل للعرب. كيف؟ قالوا لي إنه هو يعمل في أشياء تؤدي إلى ذبح الإسرائيليين بالعشرات وبالمئات. إذن هذا مدسوس داخل الإسرائيليين. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. بعد كلام القذافي نحتاج إلى فاصل قصير. طبيعي كان القنوات والمذيعين يخرجوا إلى فاصل لأن الزعماء نفسهم كانوا فاصلين، فكان محتاجين يخرجوا إلى فاصل إلى استراحة من الضحك. ما قصدكم يريحوا من الضحك، لأنه كانت القمم العربية بالنسبة للشعوب العربية حدث ترفيهي، حدث كوميدي، كل واحد يشوف رئيسه ويشوف ايش بيقول ومن اللي بيضحك أكثر ومن هو اللي الطريف أكثر وهكذا يعني. أو زي ما قال علي صالح نجتمع نفضفض. نفضفض يا جماعة، إنما هو صد إلى الفضفضة. يعني كان حدث كله زي ما لا يخرج نفل باب بيوت مع الجيران تفضفض وتشكي لها والكذا وكمل الغاز والمدري ايش وانت كيف حالك. هم نفسهم كانوا يجتمعوا في مجلس واحد يفضفضوا، كل واحد يشرح. واسرائيل وامريكا اما كقرارات او حاجات او مخرجات يخدموا شعوبهم لا كذا، طوال 77 سنة ما فيش أي حاجة خرجت بها هذه القمم لمصلحة الشعوب، إلا ما زادت تقسم وشرذمة أكثر. وأحيانا يلتقوا بس يتصايحوا ويصفوا حساباتهم ويتضاربوا ويضحكوا علينا العالم. إذا ما ضحكتش منهم تضحك عليهم. والله تفقد راسك أنت في العبث بميثاق الجامعة العربية. امشي. اخرس يا صغير يا عميل، اخرس يا كرد. وليش ما تقول للرئيس؟ انتم اللي تحبون. ليش ما تقول للرئيس راهو بالاجماع؟ هذا غلط. كلامك مردود عليك. من جابك في الحكم انت؟ من جابك في الحكم؟ هذه مش الجامعه بتاعك انت، هذه الجامعه بتاعت العرب. يعني اسكت. احنا كل واحد مننا في الدوله بتاعك، عضو الجامعه العربيه. امشي. انا عربي زيك وما تستاهلنيش ان انا مش عربي. لكن لا تتكلم ولا تتورط باشياء. كما شهدت قاعات القمم العربية مشادات كلامية وصلت إلى اتهامات متبادلة بالعمالة الخارجية. لا نقبل ما تفضل به مندوب قطر. أنتم ناقضتوا هذا الكلام وأنا مصر على الرد على هذا الكلام على الهواء. اخرس أنت أمام العراق، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك. نبرته فيها تهديد. أنا ما أعتقد أنه هو قد هذه المسؤولية أنه يقولها. لا أنا قدها وقدود إن شاء الله. لا ما أنت بقدها. أنت حتى الحيوانات ما سلمت منكم. لا ما تتكلم أنت تسكت. لا أنت اللي تسكت. أنا على الله أبو شاربك. وهكذا 77 سنة العرب في اجتماعاتهم وقممهم مصايحة وملاعنة وهكذا. وكيف يعرفون أن احنا عرب إذا ما فيش هذا العادات والتقاليد بارزة في قممنا العربية؟ هكذا الحمد لله أن القمم بيعقدوها بدون سلاح، أما لو هم مسلحين يعلم الله كيف بتكون المخرجات.
ولهذا يمكن عندما قال القرار انه ازالوا الورق وكذا وصار كله اجتماعات الكترونيه، لهذا يمكن كان خايفين يطعنوا بلا زي طلاب المدارس، ولهذا تحول الان الاجتماعات الى الكترونيه لا ايبادات وكذا، وعادي مثبته عشان ما يدرى مش